لكمة غادرة واحدة حولت بطل العالم القادم من ملك الحلبة إلى سجين الجسد. هذه ليست مجرد قصة حزينة، بل هي الصدمة التي هزت عرش رياضة الملاكمة للأبد. تخيلوا أن تدخل الحلبة لتصنع مجدك، فتخرج منها فاقدا لذكائك وحركتك. في عام 2015 نزل الملاكم المحترف ريتشارد كولون إلى الميدان بروح لا تقهر، لكن خصمه كسر كل القواعد. بدأ يمطره بوابل من الضربات غير القانونية، ضربات قاتلة تسمى ضربات الأرنب، لكمات غادرة استهدفت خلف الرأس والرقبة تماما حيث يكمن النخاع الشوكي والدماغ. ريتشارد صرخ من الألم، لجأ للطبيب والحكم، واشتكى من دوار شديد يكاد يسقطه، لكن الرد كان مخيبا. أكمل القتال. تحامل البطل على نفسه لينهي النزال، لكن ما إن وصل لغرفة الملابس حتى انهار كل شيء. بدأ البطل بالتقيؤ، ثم سقط غائبا عن الوعي ليواجه أخطر جولة في حياته. نزيف حاد في الدماغ، غيبوبة استمرت 221 يوما. استيقظ بعدها ريتشارد، لكن بجسد يحتاج لرعاية كاملة. اليوم وبعد سنوات من الصمت، بدأ البطل يخطو خطوات صغيرة نحو التحسن، متحديا كل الأطباء الذين قالوا إنه لن يعود. فهل تعتقدون أن المعجزة ستتحقق ويقف هذا البطل على قدميه مرة أخرى